الناس اللي سألتني ايه اكتر حاجة بحبها في شخصية الأنثى، هقول لكم ايه هي اكتر حاجة انا بحبها في شخصية الأنثى. انا بحب الأنثى ككل، وخاصة الأنثى الواعية الناصحة، اللي, اللي بتحترم نفسها كأنثى، اللي, اللي, اللي اللي بتتعامل مع نفسها كأنثى، وبتحترم أنوثتها، أنوثة نفسها، وعارفة إن هي مش راجل، هي أنثى، والأنثى بتبقى محتاجة حماية، وما تقدرش حتى تحمي أي أنثى زيها. بحترم الأنثى اللي ما تخشش أي مكان موجود فيه خنازير، لأن هي مش راجل، مش هتقدر تحمي نفسها كأنثى، فممكن يحصل لها ضرر، لأن ممكن الخنازير يتحرشوا بيها، اللي هم الخنزير الأول ذو الشعر المنكوش اللي اسمه أحمد الشيمي، والخنزير الثاني اللي اسمه مجدي الشربيني كاتب الملفات. دول خنزيرين ما ينفعش لأي أنثى إن هي تتعامل معاهم أساسا، ولا تشوفهم ولا يشوفوها، لأن هي مش راجل. أما أنا راجل أشوف الخنازير وأبص على الخنازير وأزنق الخنازير وأفشخ الخنازير عشان أنا راجل. إنما الأنثى حاجة تانية، وخاصة إن هما إن الخنزيرين اللي هما ذكرين، هما ذكرين مش رجالة. وانا قلت لكم قبل كده ان كل الرجال ذكور، ولكن ليس كل الذكور رجال. هم علشان ما يعرفوش حاجة عن الرجولة، عشان هم خنزيرين ممكن يتحرشوا بيها، لان هم خنازير، والخنازير الخنازير متحرشين بالنساء.